السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أخوك حسن من قناة ألفا تايلور. 3 أسئلة مهمين جدا بيدوروا اليومين اللي فاتوا دول، يعني بقالهم مدة على الفيسبوك في المجال بتاع الشغل بتاعنا عامة. يعني أول سؤال، لما بيجي حد عاوز يعمل براند جديد بيقول أنا عايز أعمل براند جديد، أصنع فين وأصنع عند مين والحتة دي بكام وتتقفل بكام. نبدأ نشوف الأسعار على الفيسبوك. وتاني سؤال، أنا عندي ورشة وعايز اعمل ورشة وعايز اجيب شغل وعايز اعمل، هشتغل ازاي وابدأ منين واروح فين. وتالت سؤال، حد صاحب مصنع، حد يعني صاحب محل ملابس اصلا شغال بيتاجر في الملابس اساسا، كان مثلا بيجيب من الصين او بيجيب من هنا او من هناك، وطبعا تبع اسعار الدولار الحاجة غليت فهو عاوز يصنع لنفسه هنا، فبيقول انا عايز ابدأ ازاي. طبعا ال3 أسئلة دول بيندرج تحتهم أسئلة فرعية كتير، فعشان نجاوب عليهم هحكي لكم كام قصة بسرعة، خفيف كده. حد كان منزل صورة على الفيس وللموديل بتاعه العينة بتاعته تتنفذ بكام، ده ال20 وده ال10 وده 5 وده 15، وفي ناس قالوا له ب100. طبعا هو ما بصش على ابو 100 ده خالص، يعني هو بص على ابو 10 و15 و20، راح اداله القماش بتاعه، قص القماش، خيط القماش، راح يجيب منه، لا سوري في الكلمة، عمل له شكارة أسمنت يعني مش شكارة أسمنت بالمعنى الحرفي، ولكن لبس في الحيط، خسر تمن القماش. واحد تاني معلم في السوق وحب يوسع على نفسه، عاوز يشتغل جلابية بلدي، بس لما لقى المصنعية بتاعت الجلابية البلدي هنا غالية، فالراجل ده، على فكرة القصة دي بجد، خد الجلابية حطها في شنطة بتاعته، طبقها كده وغسل له ليها، غسليها أو ليا غسلتها له، طبقها حطها في الشنطة، شالها على ظهره وركب الطيارة نزل في الصين، اداهم الجلابية وقال لهم أنا عايز نسخة طبق الأصل من الجلابية دي. طيب حضرتك عايز كام قطعة؟ عاوز ب500,000 جنيه. أيامها ب500,000، أيامها يعمل له حوالي 5 مليون النهاردة. قالوا له طيب هنسلمك الشحنة بتاعتك في وقت قد كده، تمام، ادفع عربون، اعمل زي ما بيتعاملوا مع هناك في الصين. على فكرة هم عودوهم يتعاملوا زي ما بنتعامل عندنا هنا، يعني بيدوا لك بيع آجل كمان لو انت حابب يعني، بس اظن ان هم بطلوا الموضوع ده لان احنا التجار بتوعنا نصبوا عليهم كتير. المهم عشان ما اطولش عليكم، الراجل ربنا كرمه ويجي استلم الحاوية بتاعته بعدها بكام يوم في نفس الميعاد المتفق عليه، وبيفتح الجلاليب ومبسوط، وخد يد علق الجلابية. قال له الجلابية مخرومة يا معلم. مخرومة ازاي يالا؟ قام وراله الخروم، فتح 500,000 جنيه طلبية، الجلاليب كلها مخرومة. ايه اللي حصل بقى؟ المعلم اخد الجلابية بتاعته، هو راجل بيشرب سجاير، وكلنا عارفين ان اللي بيشرب سجاير وبيلبس جلابية لازم يخرمها، فهو من العفانة بتاعته، الله يهدينا ويهديه يعني، اخد جلابية قديمة السجاير خرماها، وهو قال لهم انا عايز نسخة طبق الاصل. الصينيين بيقلدوا طبق الاصل، فحتى الخرم اللي في الجلابيه عملوه. 500,000 جنيه اترمى في الارض. طيب القصه ديت كانت تخص الراجل اللي عنده محل وعاوز يشتغل وما عندوش خبره في الصناعه. السؤال التاني بقى مش التالت، اللي هو انا عايز افتح ورشه واشتغل ازاي وابدا منين. طيب خلينا بقى نجيب من البدايه. حضرتك عاوز تعمل براند وتسوق لنفسك، تمام، يبقى كده انت نزلت المحلات دورت لقيت الحته ديت عليها طلب، فانا هعمل واسوق على اليوتيوب، على التيك توك وعلى الفيسبوك وهبيع، يعني شفت حد بيبيع، وبالاخص اللي بيعمل الحركات دي البنات. انا بيعجبني قوي البنات اللي شغالين في اللبس الزي الشرعي والحاجات دي. طيب حضرتك هتتعب على نفسك شويه، تنزلي الغورية مثلا، او تنزلي جسر السويس، او هتنزلي المطرية، او ايا كان المكان اللي هتجيبي منه قماش. هتجيبي الخامه اللي انت عايزاها، عينات امطار، هتجيبي امطار، تسالي الاول كده حد خياط شاطر جنب منك، تقولي له انا عايزه اعمل مثلا اسدال، عايزه اعمل فستان، عايزه اعمل جيبه، عايزه اعمل ايا كان الموديل اللي هتعمليه، تمام، هياخد مني قماش قد ايه، وبتنزلي تجيبي امطار، فاهمه او فاهم، تجيب امطار حتت عينات
وبتعمل كذا عينة. تعملهم فين بقى؟ يا تروح على مصنع وتقول له ان انا عايز تعمل العينات ديت عندك، بس المصنع هينفخك في العينات، فنصيحة تجيب صورة الموديل اللي انت عايز تعمل زيه وتروح لترزي شاطر يكون معرفة ولا حاجة يعمل لك العينات دي، وحاسب عليهم كأنهم تفصيل، ارخص من سعر العينة في المصنع، عشان بس ايه ما نبقاش دخلنا مع بعض في حتة غلط. تمام؟ طيب ونسوق لهم، نحاول نصرف عليهم بقى، انت كده بنخسر فلوس. تمام؟ بس بنخسر فلوس على القد. مفهوم الكلام؟ جبنا مطار عملناهم عند الراجل، وممكن نعملهم مقاسات تكون قريبه من المقاسات بتاعتنا، لو خسرناهم في اضعف الاحيان نلبسهم. تمام؟ فبنسوقهم والله على الفيسبوك، الدنيا تمام، عرفت ابيع يبقى انا كده هعرف ابيع، ما عرفتش ابيع يبقى انا ما خسرتش تمن المشروع على بعضه، ما كنتش حاطط ميزانيه 100,000 اروح اجيب بها قماش واديه للمصنع يبوظه والبس في الحيط. طب ما بوظوش وعملوا كويس، ما اعرفش ابيعهم، في كلا الاحوال انا خسران ال 100,000 اللي انا اشتغلت بيهم، وليكن يعني 100,000. تمام؟ طيب عرفنا نبيع، الخطوه اللي بعد ما عرفنا نبيع العينات نعمل ايه؟ طيب هننزل بقى نجيب نفس القماش جمله برضو من نفس الاماكن اللي حكيت لكم عليها دي، في العاشر مصانع، وفي بس المصانع بتهيألي يعني مش هتطلع كميات قليله، في جسر السويس ناس بتبيع جمله، في الازهر بيبيعوا جمله، وحسب ما اعرف يعني ممكن في المطريه، بس مش عارف فين في المطريه بصراحه. تمام؟ طيب هنجيب بقى الاتواب بتاعتنا المره دي، ونحدد حسب الكميه قد ايه، وبنروح على مصنع نقول له احنا عايزين نعمل عينه اخت دي، تاخدي العينه في ايدك ما تاخديش صوره، الكلام يكون واضح، ما ناخدش صوره عشان الاتفاق على الصوره هتطلع التفاصيل غير، 90% هتطلع التفاصيل غير، وهنيجي نتكلم هيقول لك يا عم الصوره ما كانتش واضحه، يا عم احنا اجتهدنا، يا عم هو ده اخرنا. ناخد عينه متخيطه، ما فيش عينه متخيطه هنروح لترزي شاطر ونقول له احنا عايزين نعمل 1 2 3، يقص ويوريني واحنا واقفين على ايده. العينه اللي هناخدها في ايدينا بنروح المصنع نقول له احنا عايزين عينه زي دي. تاني بكرر يعني بلاش صور، ارجوكوا بلاش صوره للعينه وانتوا رايحين المصنع، عشان 90% من اصحاب المصانع هيزعلوا مني بسبب الكلمه دي. 90% من المصانع مش هتبقى كويسه في موضوع ان احنا نطلع عينه من الصوره. انا مش عايز اتكلم اكتر من كده، مش بتكلم على المصانع الكبيره، انا بتكلم على الورش اللي هتعمل لك عدد حتت معين، عشان نبقى واضحين. يعني مصنع كبير بيشتغل شغل بالكميات مش هياخد الكميه الصغيره دي، فاحنا بنروح ورش، ومعظم الورش ديت بيبقى عاملينها كام واحد صنايعي كده على قدهم، فالدنيا بتبقى مش احسن حاجه. تمام؟ طيب بنروح نتفق على العينه. ده ما يمنعش ان في ناس كويسه قوي، بس الكويس اتظلم في وسط الوحش، يعني عشان ابقى راجل منصف الكويس في صناعتنا اتظلم في وسط الوحش. طيب بنروح نقول له ان احنا عايزين نعمل عينه زي دي. طب بيقول لك والله العينه ديت هتكلفك كذا فلوس، عجبك السعر ما عجبكش السعر لف على كذا مصنع الاول واسال اسال اسال اسال. تمام؟ ما تاخدش اقل سعر وخلاص. حلو الكلام؟ بتتفق معاه هنعمل عينه، العينه طلعت كويسه تمنها قد كده وهنشتغل في الشغل قد كده، العينه باظت هشيلك تمن القماش. قول له كده بحقك، العينه لو باظت هشيلك تمنها. والله اللي يقبل يشتغل هو ده اللي تمام، اللي هيقول لك طب وانا مش عارف ايه، طب وايه، ما اعرف ان انت ايه لازم تخلع من الاول. طيب عدينا مرحله العينه وعمل لك العينه وطلعت مظبوطه، هو بيجيب باترونست، او لو عنده الباترونست بتاعه بيطلع الباترون، هيقول لك تحاسب عليها وما تحاسبش عليها، ديت مش نقطه خلاف كبيره يعني، الباترون مش غالي على فكره. تمام؟ طيب بنتفق بقى على التصنيع ونحدد مواعيد، ولو قدرت ترجم الكلام ده في ورقه بينك وبينه كده زي عقد ونمضيه يكون افضل، عشان خاطر النصب في الشغلانه بتاعتنا ديت عدد شهر راسك. تمام؟ طيب اتفقنا واشتغلنا، يعني اتفقنا وعدينا النقط ديت واتفقنا على الفلوس واشتغلنا. ما تروحش تنام في بيتكو وتفتح اليوتيوب بتاعك وتفتح الفيسبوك وتفتح تويتر وتفتح انستجرام وتبدا تسوق العينه بتاعتك ومستني الشغل بتاعك اللي في المصنع يخلص. الشغل هيبوظ يا حماده، لان اللي بيعمل العينه في المصنع ده متخصص يعمل عينات، ده احسن واحد عنده، لكن الصناعيه اللي بتشتغل على المكن غير. نقول تاني،
الصنايعية اللي بتشتغل على المكن غير. ف90% الشغل بتاعك هيتقلب لو ما سألتش عليه. طيب يا عم حسن أعمل إيه؟ تعدي يوم والتاني تروح تبص على شغلك، اشتغلته؟ تبص على شغلك، وده حقك، ده حقك، وبيتعمل في المصانع الكبيرة اللي بتصنع ب100,000 حتة. ده حقك، بيجي لنا العميل وبيطلع عين أبونا. تروح وتبص وتشوف الشغل بتاعك وتراجع على المكن وتشوف الخيط هو، الغرز هي، شكل الشغل طلع هو. وما تزعلش مني، تعال على نفسك شوية، افتح اليوتيوب، بص شوف الشغل بيتعمل ازاي. انزل السوق وقلب. انت راجل عايز تشتغل تاجر ملابس، ما ينفعش تشتغل تاجر ملابس وانت عندكش ثقافة ملابس. لازم تبص وتشوف الحتة التلبيس بتاعها حلو، التلبيس بتاعها مش عارف ايه، هتشتغل مقاسات، قيس حتة وجرب، وتابع شغلك من اول حتة لاخر حتة. ومن حقك وانت بتتفق تقول له لو حتة باظت انت هتشيلها، ده حقك. وبرضه عشان تبقى عارف حاجة تانية وواثق فيها، انا لو بشتغل 200 300 حتة ببقى عامل حسابي ان في فائت حتة ولا اتنين في كل 100 حتة بيبوظوا، ممكن تتقطع على المكنة، ممكن تتوسخ، ممكن كذا ممكن كذا، عشان ما تبقاش نقطة خلاف بينك وبين صاحب المصنع. وبرضه حسب اتفاقك معاه، اللي بايظ ده هو اللي هيشيل ولا انت اللي هتشيل. تمام. ارجو ان انا كده اكون وضحت السؤال الاول. نعدي للسؤال الثاني. انا عايز افتح مصنع. طيب حضرتك عايز تفتح مصنع، هتصنع ليك ولا هتصنع لحساب الغير؟ عشان السؤال ده مهم مهم مهم. لو هتصنع ليك يبقى انت راجل عندك خبرة كافية ان انت تعمل لو موديل واحد، لو تخصص واحد، لو هتشتغل في الفالينات الداخلية بس، يكون عندك خبرة كافية باللي انت هتعمله. ده رقم واحد. رقم اتنين، يكون عندك سوق، راجل بتعرف تسوق. ما تروحش الشجاعة تاخدك، عندك فلوس تجيب مكن وتجيب صنايعية وتشتغل وتعمل لك بنص مليون جنيه بضاعة ترميها وراك وما تعرفش تسوقها في السوق، هتغرق 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 كمان مرة. تمام. طيب يكون عندك رقم واحد سوق، رقم اتنين يكون عندك خبرة في التصنيع، انت شخصيا يكون عندك خبرة في التصنيع. كررها تاني، انت شخصيا يكون عندك خبرة وخبرة كبيرة في التصنيع، عشان لما تجيب صنايعية تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. تمام. دي النصيحة بتاعتي ليك كحد عاوز يفتح مصنع. طبعا المكن والتخصصات بتاعت المكن والنصائح الطويلة ديت، ده انا كنت شارحه في فيديو قبل كده طوله حوالي ساعة، هسيبه لك في صندوق الوصف، في صندوق الوصف تحت، انزل بص عليه. نعدي على السؤال رقم 3، عشان السؤال ده طويل وتخين شويتين 3. انا عندي مصلحة، انا شغال تاجر ملابس اصلا، بتاجر في الجملة وبعمل وبجيب وأدي، لسبب ما عايز اصنع لنفسي، مش عايزين نقول هو السبب هنا على العام. تمام. طيب انا عايز اصنع لنفسي، حضرتك عندك خبرة كويسة في الهدوم المتقفلة اللي انت بتبيعها، يعني نسبة 90% ما عندكش خبرة في طريقة التصنيع بتاعتها قد ايه. تمام. وغالبا ده بيبقى تاجر كبير ومعاه فلوس ويقدر يفتح مصنع، غير صاحبنا اللي قبله اللي هو عاوز يعمل مشروع ياكل منه عيش. لا، ده عنده المشروع اللي بياكل منه عيش اوريدي، ولكنه عاوز يزود مكسبه ويفتح مصنع، ما يضرش. تمام. اول نصيحة، تشوف حد بيفهم في المجال ده كويس قوي 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 وتجيبه تمسكه المصلحة. ده بالبداية كده خالص، ده شكرا، السلام عليكم يا عم حسن، السلام عليكم يا عم ابراهيم، نعم انا عايز افتح ورشة، عاوز افتح مصنع. هتصنع ايه؟ والله هصنع اللي انا بشتغل فيه، بشتغل في جنزات، بشتغل في قمصان، بشتغل حريم ورجال، اللي انت هتصنع فيه اللي انت هتصنع لنفسك. تمام. طيب والله انا عندي خبرة يا عم ابراهيم في القميص، مش هقدر انفعك في البنطلون. هتروح لواحد تاني يقول لك انا عندي، لحد ما تلاقي بني ادم كويس كويس كويس، حط تحت كويس ديت 90,000 خط، لان ده العمود اللي هيشيل لك الدنيا كلها. هتاخده معاك تجيبه المكن، لان هو عارف المكن اللي هيشتغل بيه القماش ده ايه، وعارف الموديل ده هيتقفل ازاي، وعارف كل الحاجات ديت، هو اللي هيقدر يلم لك الدنيا دي. زائد هو اللي هيعرف يجيب صنايعية ويعرف يشغلهم، زائد هو اللي هيعرف يجيب مقص دار كويس، هو اللي ممكن هو هيقف يعمل لك الباترون
لو المصنع محدود، لو المصنع كبير هيبقى عليه هو الإدارة، هتشوف باترونست كويس. ده المسمار بتاع الوسط بتاع المصنع عندك. نصيحة رقم 2: ما تحشرش مناخيرك في الشغل بطريقة مش كويسة، لأن أنت خبرتك مش زيه. ما ترضيش فيه، ما تركبش دماغك وتقول أنا اللي هقف وأنا اللي هصنع وأنا اللي هعمل، عشان في الآخر هتاخد حتة قماش ما هتنفعش تمسح بقى المطبخ. عشان الصنعة النهاردة اتملت، يعني أنا آسف في الكلمة، اتملت عربجية. الحاج شندويلي راح خد كورس بترون عند حد، واخد كورس عند حد، واخد كورس عند حد، لحد ما توصل بالسلسلة الواحد كان كويس تمام. بس كل واحد بياخد الكورس ويخلص يقول لك طب انا هشتغل ترزي ليه، ولا اروح اشتغل في مصنع ليه، انا هفتح مركز تدريب بترول، انا هفتح مركز تعليم خياطة، انا هعمل مش عارف ايه. تمام. وتيجي في الاخر تلاقي النتائج زي الزفت. انا بشوف ده كل يوم، انا مش طالع احبط فيكم والمصحف، والله البلد مليانه صنايعيه زي الفل، وناس الواحد بيقعد معاهم ما كانش يتوقع ان هو يطلع حاجه زي كده، وما شاء الله بيبص يلاقي الشغل طالع منه زي الفل. لكن اللي ظاهر واللي باين واللي بيعرف يتكلم شغل وحش. هو مثل مصري قديم قال لك ايه؟ اللي بيعمل ما بيتكلمش، واللي بيتكلم ما بيعملش. ده حقيقه. فانت راجل بتدور على ابره في كوم قش، فانت راجل تاجر، خليك في التجاره بتاعتك. هتفتح المصنع، هات حد كويس تكون انت بتثق فيه، مسكه الدنيا ماشيه ازاي، راجع عليه انت في فلوس، راجع عليه في حسابات، راجع عليه في مواعيد قالك عليها. لكن تتدخل في التصنيع نفسه لا، عشان انت اللي هتخسر مش حد تاني. تمام. ارجو ان انا اكون جاوبت على الاسئله اللي شايعه عند الناس اكترها يعني. وخليني كده اخد كام سؤال على السريع. طيب انا باجي انزل على الفيسبوك وانام على ظهري في البيت حته، اقول الحته ديت بكام يا جماعه تصنيع؟ غلط، غلط، و60,000 غلط. سواء كنت انت راجل فاتح مصنع عايز تعرف الحته ديت بتتصنع بكام، سواء، ودي ما بتحصلش يعني نادر، سواء ان انت كنت حد عاوز يبدا براند وعايز الحته ديت تشوفها هتتصنع بكام، سواء كنت انت نفس التاجر اللي عايز يفتح مصنع وعايز يصنع عند الغير دلوقتي ويشوف الحته ديت بتتكلف كام، وكان بيصنعها في الصين وقال اصنعها هنا. غلط، لان اللي بيرد عليك 99% و9 من 10 هو في الصنعه ما يعرفوش حاجه. وبدليل ان انت بتلاقي في الكومنتات بتاعتك واحد بيقول لك 120 جنيه مثلا، والتاني بيقول لك 20 جنيه. ايه اللي جاب دي لدي؟ التفاوت لما انت بتجيلي واقول لك انا هصنع لك الحته دي، تمام، انا هقول لك انا ب 100 جنيه لو انا راجل صنايعي كويس والحته تسوى ال 100، تمام، بتروح عند غيري بيقول لك 120، بتروح عند التالت يقول لك 90. التفاوت في 10 و20، مش التفاوت في المية ذات نفسها. يستحيل حد هياخدها 120 ديت ويصنعها لك ب 20 وتديها يديها لك نفس الجوده، هو مش عارف هو بيعمل ايه. الناس بتروح تشتغل في الورش، صبي بيتعلم مساعد قاعد على المكنه عارف يخيط حته مرحله، والمرحله الثانيه يقوم واخد صاحبه وطالعين يقول لك احنا صنايعيه، ويروح يشتغل في ورشه ثانيه يقول لك انا صنايعي. والاسوأ ان هو يروح يجيب كارد مثلا من هنا او من هناك، مش عايز اقول اسامي، ويروح يفتح ورشه وياخد تصنيع للغير، وتيجي تلاقيهم هم دول اللي بيضربوا السعر في السوق عامه، كان في كومنتات او غير كومنتات. والمصيبه ان انت بتثق فيه عشان خاطر قله الخبره في التصنيع، مش قله الخبره عند حياتك في الحياه. خلاص سعره كويس بتروح رامي الشغل عنده، تروح تديله الشغل حماده تاخده بسيوني، مش هتاخده حماده تاني خالص. فالموضوع يا جماعه صعب. انا مش هعرف اتكلم في كل الامور هنا، ولكن اللي عنده سؤال تاني انا ما قلتوش، وفي اسئله كتير انا ما جاوبتش عليها انا عارف، يقدر يسيبولي في كومنت تحت وان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.